جولة من وسط البلد لشبرا. رحلة هنتمشى فيها جنب نهر النيل. هنتنقل من حي لحي بسهولة، وهنشوف نبض الحياة ومعالم كتير في طريقنا من ميدان التحرير لشبرا الخيمة. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. رحلتنا بدأناها مع بعض من واحد من أشهر ميادين مصر، وفي اللي بيعتبروا الأشهر بالفعل. احنا موجودين في ميدان التحرير، واحد من الأماكن اللي هتحب تزوره وتتمشى فيه، واحد من الميادين اللي منه بتوصل لعدد ضخم من الأماكن في وسط البلد. احنا كده رايحين في اتجاه ميدان عبد المنعم رياض، وقدامنا من بعيد هنا المبنى الأحمر ده هو المتحف المصري القديم، واللي اتنقل بالفعل قريب من ميدان الرماية في بدايات طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وقريب جدا وبيطل على أهرامات الجيزة، وهيفتتح رسميا قريب. على شمالنا هنا فندق نايل ريدز كارلتون اللي بيطل على نهر النيل، وعلى يميننا موجود 3 شوارع جنب بعض. أول شارع على يميننا شارع البستان اللي بيوصلنا لباب اللوق، وبعده شارع قصر النيل اللي بيوصلنا لميدان طلعت حرب، وبعده شارع شامبليون اللي بيوصلنا لشارع 26 يوليو عند دار القضاء العالي. احنا لسه في ميدان التحرير، واللي اسمه القديم كان ميدان الإسماعيلية نسبة للخديوي إسماعيل. تصميم الميدان اتعمل على تصميم ميدان شارل دي جول في باريس. التمثال اللي باين معانا من بعيد ناحية الشمال هو تمثال البطل المصري عبد المنعم رياض، وهنقابل ناحية اليمين كمان شوية صغيرين شارع محمود بسيوني اللي هيودينا لميدان طلعت حرب برضه، وبعده على طول وعلى اليمين بيكون موجود شارع رمسيس اللي منه بتوصل لميدان رمسيس والغمرة والعباسية وغيرها من المناطق. والكوبري اللي شايفينه قدامنا ده هو كوبري 6 أكتوبر الممتد ما بين القاهرة والجيزة. واحنا بالفعل داخلين اهو على ميدان عبد المنعم رياض ومكملين طريقنا مع بعض. ولو لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. لفينا بالفعل وقدامنا هنا مطلع كوبري 6 أكتوبر في اتجاه الدقي والمهندسين، وباين معانا في المشهد برج القاهرة اللي موجود في جزيرة الزمالك. وعلى يمنا شارع ساحل الغلال اللي بيمنه بنوصل للكورنيش والمبنى التلفزيون. واحنا كده بقى نهر النيل في وشنا على طول، وعلى يمنا واحد من الفنادق الشهيرة في مصر واللي بتطل على النيل وهو فندق هيلتون رمسيس. احنا هندخل يمين على شارع كورنيش النيل وهنفضل ماشيين لغاية ما نوصل لشبرا الخيمة مع بعض، وهنعدي على مناطق ومعالم ملهاش حصر في طريقنا. احنا كده بقينا في شارع كورنيش النيل، وهيكون على يميننا دلوقتي مبنى الإذاعة والتلفزيون أو مبنى ماسبيرو، واللي الاسم ده بيرجع لجاستون ماسبيرو عالم المصريات الفرنساوي، واللي كان ليه جهود كتيرة في البحث والتنقيب عن الآثار المصرية القديمة. وكان في الجزء اللي احنا فيه متحف للآثار، وهو اللي نقل محتوياته من هنا للمتحف اللي عدينا عليه من شوية في التحرير. الشارع اللي على يمنا هنا بعد مبنى الإذاعة والتلفزيون على طول اسمه شارع ميدان الأنتيك خانة، وده اللي بيوضح وجود متحف للآثار في المنطقة هنا في يوم من الأيام. احنا لسه ماشيين مع بعض في شارع كورنيش النيل. المبنى العالي دلوقتي اللي شايفينه على يميننا هنا هو المبنى اللي كان فيه وزارة الخارجية، واللي أصبح برضه مبنى قديم لأن معظم الوزارات اتنقلت للعاصمة الإدارية الجديدة. احنا موجودين في حي بولاق أبو العلا، والكوبري اللي باين من بعيد هو كوبري 15 مايو، وما زلنا ماشيين على كورنيش النيل. وهيقابلنا على يميننا كمان شوية شارع 26 يوليو. لو دخلنا يمين هنروح على وسط البلد، ولو دخلنا شمال هنروح على جزيرة الزمالك.
وبالفعل بيكون موجود بعد ما نعدي الكوبري على طول مطلع للكوبري في اتجاه الزمالك والمهندسين ومحور 26 يوليو. واحنا اول ما بنعدي الجزء ده بيكون على يمنا هنا واحدة من الحاجات المشهورة وهي وكالة البلح. تلاقي بقى مجموعة من استندات الملابس ومجموعة من المحلات اللي بتبيع القماش، وخاصة قماش التنجيد والستاير. لو غوطت جوه شوية هتلاقي محلات كتير لبيع قطع غيار العربيات الاستيراد. الجزء اللي على شمالنا وعلى نهر النيل مباشرة موجود فيه ممشى أهل مصر في الجزء اللي افتتح وممتد لغاية كوبري امبابة تقريبا، واللي يعني بيتعمل ليه انشاءات جديده على الضفتين في مناطق كتيره، واللي هيوصل لغايه حلوان. هتلاقوا بقى في الجزء ده مجموعه من البنوك، بنك مصر والبنك الاهلي، وكمان مجموعه من الفنادق المشهوره هنعدي عليها مع بعض. ولو لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. احنا دلوقتي جنب مركز التجارة العالمي، مول لطيف ومنظم وهادي، واحنا ما زلنا موجودين في بولاق، وما زال ممشى اهل مصر ممتد على النيل على شمالنا. وهيكون موجود على يمنا بعد مركز التجارة العالمي فندق جديد على النيل وهو فندق كونراد، وبعديه مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب. لو رجعنا لورا شوية واتكلمنا عن مبنى الإذاعة والتلفزيون، فاللي عايز أقوله إن القنوات المصرية سواء بث أو تصوير بيتم في المبنى ده، يعني القناة الأولى والتانية والتالتة والقنوات المتخصصة. لكن القنوات الفضائية التانية زي الحياة وأون والدي ام سي وصدى البلد وغيرها من القنوات، الشغل بتاعها كله بيحصل من مدينة الإنتاج الإعلامي. وعموما كل القنوات الإشارة بتاعتها بتطلع من النايل سات اللي موجود على طريق الواحات في 6 أكتوبر. زي ما حضراتكم شايفين احنا لسه موجودين جوه شارع كورنيش النيل، واللي موجود على يمنا دلوقتي هو شارع السبتية اللي منه بتوصل لميدان رمسيس عند محطة مصر وكوبري الليمون، وكمان منه بندخل على الترجمان وشارع الصحافة، شارع صناعي من الدرجة الأولى. وكان لينا رحلة ممتعة جواه. لسه بنعدي شارع السبتية وبعديه على طول بيكون على ناصيته المبنى اللي حضراتكم شايفينه معايا ده، وهو مول جديد في طريقنا لغاية ما نوصل لشبرا الخيمة، وهو مول أركيديا مول. لسه موجودين مع بعض في شارع كورنيش النيل، وبنعدي على مجموعة من المعالم الكتير في طريقنا زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة. بنعدي على فنادق وبنعدي على بنوك وبنعدي على مجموعة من الشوارع مهمة جدا في طريقنا اللي رايحين فيه لشبرا. كده احنا بقى هنعدي من تحت الكوبري الازرق ده وهو كوبري امبابة، واحد من الكباري اللي بتعدي نهر النيل سواء على رجلك او بالعربية او حتى بالقطر. الكوبري منه بتوصل مباشرة لحي امبابة، وبتقدر تطلع ليه من شارع جزيرة بدران، وهو الشارع اللي هيكون موجود على يمنا دلوقتي حالا، وهو شارع ترعة جزيرة بدران. لو دخلنا يمين في يمين كده هنقدر نطلع على كوبري امبابة. احنا لسه مع بعض في رحلة مختلفة بنروح فيها من مكان لمكان جديد. بدأنا من التحرير وهنوصل مع بعض لشبرا الخيمة. معظم الرحلة بنتمشى فيها على كورنيش النيل. شارع ترعة جزيرة بدران اللي عدينا عليه من شوية صغيرين منه بنوصل لرود الفرج، وبنعدي جواه على سوق رود الفرج التاريخي للخضروات واللي اتحول حاليا لقصر ثقافة، ومنه بنوصل برضه لشارع شبرا. واحنا ما زلنا على كورنيش النيل، ومن وسط البلد دخلنا على بولاق، ومن بولاق موجودين حاليا في انحاء شبرا. ولو لسه موجود معايا في الفيديو اتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير.
ما زلنا موجودين مع بعض في شارع كورنيش النيل، واحنا ماشيين حاليا موازيين لشارع ابو الفرج، ومن بعده شارع شبرا في الجزء اللي موجود على يمنا. احنا كده قربنا من الساحل، وهنعدي دلوقتي على شركة المية والصرف الصحي، او اللي كانوا بيقولوا عليها زمان كوبانية المية. موقعها مميز جدا على النيل على طول. مسميات زمان بقى، وكلمة كوبانية جاية من الكلمة الإيطالية كامبانيا، وكانوا بيسموا بيها الشركات الكبيرة زي شركة المية والكهرباء. وكلمة كوبانية زيها زي اسبيتاليا اللي هي المستشفى، وفابريكا اللي هو المصنع. احنا دلوقتي شايفين مع بعض منزل لكوبري الساحل موجود على شمالنا، وهو الكوبري اللي هنعديه كمان شوية صغيرين. وعلى يمنا محطة مياه رود الفرج، والجزء اللي احنا داخلين عليه دلوقتي هو الجزء اللي بنزوره كل سنة قبل رمضان، وبنشوف فيه تجار البلح اللي اتنقلوا هنا بعد ما كانوا ورا شوية عند المكان اللي اتسمى على اسم البلح، وكالة البلح. على يمنا هنا نادي الكهرباء، والكوبري اللي قدام حضراتكم بيعدينا للجانب التاني من الكورنيش، وبيوصلنا لمبابة برضو، وبيكمل يمين وبيدخلنا على الساحل. واحنا على يمنا دلوقتي شارع عبد القادر طه، ومكملين رحلتنا مع بعض. لسه مع بعض في شبرا، الحي الشهير والكبير في القاهرة، واللي احنا موجودين في شمالها. موقع الحي مميز جدا، وشبرا زمان ما كانتش جزء من القاهرة زي ما احنا شايفين، لكنها كانت ضاحية كده عملها محمد علي باشا، وكانت جزيرة وسط النيل اسمها جزيرة الفيل. وبعدين ومع إطماء النيل اتصلت الجزيرة بالأرض عشان تكون شبرا ورود الفرج اللي موجودة على يمنا هنا. الجزء اللي على يمنا بيسموه شبرا مصر، والجزء اللي هنروح ليه هو شبرا الخيمة. وباين معانا العواميد العالية اللي باينة معانا ناحية الشمال دي هو كوبري رود الفرج أو كوبري تحيا مصر، الإضافة المهمة للكباري اللي بتعدي النيل في مصر. على يميننا هنا شارع باحثة البادية، وهو الاسم المستعار للكاتبة المصرية ملك حفني ناصف، واللي كانت أديبة ومصلحة اجتماعية وكانت مشهورة جدا، وهي بنت عالم اللغة المشهور حفني ناصف. على يميننا هنا كمان هتلاقوا على طول واللي على نصيته محطة موبل، هو شارع الشيشيني، وهو الشارع اللي بيودينا لشارع جسر البحر. وهنلاقي بقى في الشارع ده وفي الأجزاء المتفرعة والشوارع المتفرعة منه عالم الخردة بقى، هتلاقيه كتير جدا في كل الأجزاء اللي موجودة على يمنا. عالم عجيب بالفعل. على يمنا هنا كمان شارع معهد ناصر، واللي متسمي على اسم المستشفى اللي موجودة على يمنا، وهي مستشفى معهد ناصر، واللي موجود فيها مجموعة ضخمة من التخصصات. كمان على شمالنا موجود منزل لكوبري تحيا مصر في الاتجاه اللي رايح على التحرير، وما زالت رحلتنا مستمرة في اتجاه شبرا الخيمة. العمارات العالية اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دي، وهي عمارات أغاخان اللي موجودة على الكورنيش مباشرة، هي عمارات مميزة جدا ومكان ومنطقة راقية جوه شبرا. بيتوسط عمارات أغاخان شارع دولتيان اللي احنا هنعدي منه أو هنعدي عليه دلوقتي، واللي منه بنوصل لشارع شبرا، وبنوصل مباشرة لميدان الخلفاوي، وممكن نكمل بعد كده على طول على شارع معبل الألبان لغاية ما نوصل لشارع أحمد حلمي. الشارع اللي على يمنا ده متسمي على اسم الأمير حيدر دولتيان.
عموما شبرا حي أنشأه محمد علي للأمراء والأعيان، ومع الوقت الحي بقى مشهور بسكن الكتاب والمفكرين والفنانين. احنا كده فوقينا على طول كوبري تحيا مصر، وهو كوبري ملجم موجود عليه من فوق ممشى زجاجي بطول الكوبري. ما زالت عمارات أغا خان موجودة على يمنا، والعمارات دي من المناطق زي ما قلنا الراقية في شبرا، وليه ملا وهي موجودة على النيل مباشرة. ومن هنا مباشرة هنعدي نهر النيل من خلال الكوبري اللي جاي، وبنكمل طريقنا لغاية ما نوصل لشبرا الخيمة، واللي هنوصلها بعد ما نعدي الكوبري وبعد ما نعدي كورنيش المظلات. وعموما إداريا احنا هننتقل من القاهرة للقليوبية، ولكن هنفضل موجودين في إطار القاهرة الكبرى اللي بتشمل الجيزة كمان مع القاهرة والقليوبية. ولو لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى انك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. طبعا الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده هو الطريق اللي بيوصلنا لطريق اسكندرية الزراعي، واللي منه وعليه بيكون فيه عدد كبير من المدن والقرى التابعة لمحافظة القليوبية، واللي احنا هنكون فيها، وهي محافظة العاصمة بتاعتها مدينة بنها. محافظة جنوبها القاهرة والجيزة، وشمالها الدقهلية والغربية، وشرقها الشرقية، وغربها المنوفية. مدن محافظة القليوبية بنها وقليوب والقناطر الخيرية والخنكة وكفر شكر وشبين القناطر وطوخ وقها والعبور والخصوص وشبرا الخيمة اللي احنا فيها دلوقتي. شبرا الخيمة اللي احنا فيها دلوقتي كانت معروفة كمان باسم شبرا الشهيد وشبرا البلد وشبرا دمنهور، نسبة لمدينة جنبها اسمها دمنهور. في العصور الوسطى كان بتتعمل هنا احتفال اسمه عيد الشهيد. حكايته غريبة وعجيبة. لما كان بيتعمل هنا احتفال لاعتقاد بان مية النيل مش هتزيد الا لما يجيبوا صباع قديس شهيد من الاقباط. وفي يوم 8 بشمس كان المسيحيين المصريين بيجوا هنا مع مسيحيين تانيين مسلمين كمان، وبيتجمعوا ويحطوا خيم على شط النيل. الصباع ده كانوا بيغسلوه في النيل ويعملوا احتفالات، ومن هنا جه اسم شبرا الخيمة. على يمنا كان في شارع كلية الزراعة اللي منه بنوصل لكلية الزراعة في شبرا الخيمة، ومنه ممكن نوصل لشارع أحمد حلمي. موجود هنا قدامكم اللوحة الإرشادية بتقول إننا وصلنا لقصر محمد علي، المعلم المهم جدا في شبرا الخيمة. القصر اللي بناه محمد علي باشا، وكان عامله عشان يكون مصيف ليه، واتعمل سنة 1809. القصر بتحيط بيه البساتين، وموجود جواه بركة رخام موجود فيها مراكب صغيرة كده، والناس سمت البركة دي الفسقية، وعشان كده في ناس كتير بيسموا القصر ده قصر الفسقية. كان محمد علي بيزرع فواكه كتير حواليه، وضم حوالي 100 فدان جنبه عشان يزرع فيه فواكه. وسنة 1847 أمر بقى بشق شارع شبرا، وبقى شارع شبرا يعني مزروع حواليه نسبة كبيرة جدا من الأشجار، وبقى من أهم شوارع النزهة في القاهرة. طول ما احنا ماشيين في الشارع هنا باين معانا من بعيد أبراج مداخن المصانع، وده اللي بيوضح ان شبرا الخيمة من أكبر وأقدم المدن الصناعية في مصر، أقدم من السادات وأقدم من العاشر من رمضان وأقدم من مدينة 6 أكتوبر. وكان أشهر مجال هنا هو مجال النسيج، كان من أكبر مصانعها مصنع إسكو للغزل، واللي بعد ما اتصفى أرضه اتباعت لشركة ومصانع كريستال عصفور، واللي حاليا بقت أكبر شركات الكريستال في مصر.
دخلنا كده جنب إدارة مرور شبرا الخيمة، وهندخل من الشارع اللي جاي، يكون قدامنا على طول اسم شرطة شبرا الخيمة. يعني يبدو ان المنطقة هنا مالت للشعبية نسبيا. وهندخل بين سوق خضار كده موجود هنا في شبرا الخيمة، وزي ما حضراتكم شايفين في نادي ستار كلاب موجود في الجزء اللي على شمالنا هنا، وادي مداخن المصانع اللي موجودة وقربنا منها جدا. وهندخل على شارع ابو الخير، وهو فعلا يعني الشارع يعتبر سوق خضار موجود فيه عدد كبير من المحلات الخدمية، سواء كانت الافران العيش او السوبر ماركتات او محلات الفول والطعمية زي ما احنا شايفين، ومجموعة من الفرشات اللي بتبيع الخضار وبيبيعوا السمك والفراخ زي ما احنا شايفين مع بعض. احنا من الجزء ده هنطلع مباشرة على شارع مجلس المدينة، ولو دخلنا شمال في الشارع اللي جاي ده هنروح مباشرة على محطة مترو الأنفاق الخاصة بشبرا الخيمة، وهنطلع واللي هي موجودة على أول طريق مصر اسكندرية الزراعي. لكن أنا هرجع بقى مرة تانية في اتجاه رجوعي لشارع كورنيش النيل، وفي اتجاه رجوعنا مرة تانية لوسط البلد. بعد ما شفنا في خلال رحلتنا عدد كبير من المعالم، عدينا على بولاق ابو العلا، وعدينا على شبرا واللي هي شبرا مصر، واحنا دلوقتي موجودين في شبرا الخيمه، واسم شرطه اول شبرا الخيمه هو اللي موجود قدام حضراتكم دلوقتي. وهندخل مباشره يمين من شارع مجلس المدينه، وزي ما قلت لحضراتكم انا هرجع بيكم مره تانية على في الاتجاه اللي رايح على ميدان التحرير وفي وسط البلد. طبعا زي ما حضراتكم شايفين موجود هنا في بشبرا الخيمه نادي شبرا الخيمه اللي كان اسمه القديم نادي البلاستيك الشهير. يعني اللي هيفتكر النوادي القديمه هيفتكر جدا نادي البلاستيك. موجود هنا كمان زي ما قلنا محطه مترو شبرا الخيمه اللي هي محطه من محطات الخط الاول لمترو الانفاق، واحنا كده في الاتجاه اللي راجعين فيه على شارع كورنيش النيل. رجعنا مع بعض مرة تانية لشارع كورنيش النيل، وراجعين في الاتجاه زي ما قلنا اللي رايح على ميدان التحرير ووسط البلد مرة تانية. وهنعدي مرة تانية هيكون قصر محمد علي موجود على شمالنا، ودار ضباط النقل اللي موجود على يميننا. واتمنى ان رحلتي النهارده اللي شفنا فيها مجموعه كبيره من المعالم تكون عجبتكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.